كده احنا في قصر القويري، وكده هنطلع على شارع الهانوفيل الرئيسي من بره خالص. هنفضل ماشيين كده، هنطلع على شارع الهانوفيل الرئيسي من بره خالص. يبقى احنا كده هنا في شارع قصر القويري. كنت عامله لكم جوله في شارع الاصدقاء الفيديو اللي قبل ده، اللي حابب برضه يتفرج على الشارع. وشارع نادي الجمارك، بالشوارع نادي الجمارك كلها اللي بتدخلنا على الشاطئ، وجبنا اسعار كل شاطئ في فيديو قبل كده اللي حابب يتفرج عليه. ودلوقتي احنا في شارع قصر القويري، هنطلع من الشارع كده على شارع الهانوفيل الرئيسي. طبعا شارع القويري شارع كبير جدا، بس احنا جايبينه من عند تقاطع شارع الاصدقاء او من بعد تقاطع شارع الاصدقاء، لكن هو الشارع كبير جدا. كنت عامله برضو في جوله قبل كده الشارع من اول شارع الهانوفيل من بره خالص لغايه اخر شارع قصر القويري من جوه، اللي حابب برضو يتفرج على الفيديو القديم، بس كنت عاملاه تقريبا من سنه او سنه ونص. الشارع هنا شارع معروف وكبير وحيوي جدا، وفي كل حاجه وحيوي. علقت على حيوي كده. عايزه اقول لكم ان النور مقطوع كمان دلوقتي، عشان كده المحلات برضو ايه، هو دلوقتي النور مقطوع اللي احنا شايفين كده عشان كده المحلات برضو هاديه شويه، لكن الشارع حيوي جدا. بصوا ادي كده طالعين على الهانوفيل الرئيسي. عملنا كده جولات في كذا شارع عشان نراضي حبايبنا اللي كانوا زعلانين ما بنصورش في شوارع الهانوفيل، وبصور في شارع البيضاء بس. وادي كده الهانوفيل الرئيسي. كده بطلع على الهانوفيل من بره، كده بدخل تاني على شارع، بدخل للاخر خالص هيبقى على يميني شارع الجمعيه، وعلى نفس الصف اللي انا فيها يبقى شارع نادي الجمارك. نكمل كده بقى. يبقى احنا طالعين على الهانوفيل من بره عند ميدان الهانوفيل، وعند برضو السوق. اللي مش عارف برضو، اللي بيصيف هنا ومش عارف فين السوق، هتاخد الشارع ده كده، هناخد الشارع ده للاخر خالص، هيبقى اول الهانوفيل من بره اللي هو ميدان الهانوفيل. هيبقى في وشنا براويه، مطاعم براويه وكارفور ومول كارفور الهانوفيل او اليكس سنتر الهانوفيل، وهيبقى السوق على يمنا. في الشارع ده كده ده شارع امين اسحاق، كنت عامله فيه جوله من الشوارع الجميله الراقيه الهاديه في الهانوفيل. عايزه بس مش عارفه فين الباص واقف، طب تعالوا نحاول. بصوا احنا ماشيين كده، باص واقف، كنت وقفت على الرصيف وجبت لكم الشارع اهو. بصوا من الشوارع الجميله في الهانوفيل. اسعار الشقق فيها هتبقى عاليه طبعا، بس ما اعرفش بصراحه كام، بس هتبقى عاليه لانه من الشوارع الجميله اللي في الهانوفيل، والاسعار فيه بتبقى عاليه. هنبقى نطلع في الظل كده شويه. معظم الشوارع اللي هنا، مش عايزه اقول كلها بس هي فعلا كلها، هنقول معظمها مصورين فيها. اللي حابب يتفرج على اي شارع بيكتب اسم الشارع وهيطلع له الفيديو على طول. كل الشوارع اللي هنا من اول الهانوفيل من بره لغايه نادي الجمارك من جوه، حتى شوارع الجمعيه مش مصوراها شارع شارع،
ودخلني على الشاطئ مصوراها شارع شارع. نادي الجمارك مصوراه شارع شارع، كل الشوارع المتفرعه منه مصورينها. مكملين مع بعض. الشارع اللي جاي هيبقى شارع الخلفاء الراشدين على نفس الصف اللي انا فيه. في وشه هيبقى شارع بنك مصر. شارع الخلفاء الراشدين برضو كنت مصوره برضو فيه، اللي حابب برضو يتفرج على الشارع. وبنك مصر برضو كنت مصوره فيه، اللي حابب برضو يتفرج على الشارع. شارع الخلفاء الراشدين شارع كبير جدا وكل حاجه موجوده فيه. بس كده عشان زحمه العربيات هيبتدي يزحم. تعالوا نطلع على الرصيف اهو. بصوا الشارع اللي داخل فيه التوك توك ده. وادي كده شارع بنك مصر. كمل بقى. في برضو بيت الجمله كده اهي كده. بصوا حلوه. نمشي كده عشان نجيب لكم برضو كده. الشارع اللي جاي الناحيه التانيه هيبقى شارع ابو الشوارب، واللي على نفس الصف اللي انا فيه هيبقى مدينه الاندلس والحجاز. نفس الصف ده كده هيبقى مدينه الاندلس والحجاز. الناحيه التانيه كده هيبقى شارع ابو الشوارب. لسه كده مكملين في شارع الهانوفيل الرئيسي. الشارع اللي فات ده كان شارع مدينة الأندلس والحجاز اللي في الهانوفيل، وكان في وشه على طول شارع الشوارب أبو الشوارب، وكان في وشه على طول شارع أبو الشوارب. كده هتبتدي بقى زحمة شارع الهانوفيل. بنفضل ماشيين لغايه ما نطلع لشارع الهانوفيل من بره، اللي هي اول شارع الهانوفيل عن ميدان الهانوفيل. اللي جاي ده على نفس الصف اللي احنا فيه ده هيبقى شارع الفردي اللي في الهانوفيل، عشان فيه الفردي في البطاش. ده كده اللي على اوله التوحيد والنور. ده شارع كبير خالص كنا عاملين برضو جولة فيه، اللي حابب يتفرج على الشارع